على فكرة انتي حساسة زيادة قوي، بتقمصي من اقل حاجة. انا عشت نص عمري او يكاد يكون عمري كله، لو يعني هنحسب وانا صغيره احاول اتغير واحاول اغير طبعي واحاول ما ابقاش حساسه، مش اي كلمه تاثر فيا وحشه تاثر فيا. كنت بحاول اقاوم طول الوقت طبيعتي، طول الوقت بضغط على نفسي ان انا اطلع نفسي غلطانه واجلد نفسي ان ازاي دي ردة الفعل دي صح. يا ردة فعل انا بس ردة فعل، انا في فعل حصل وكله بيحاسبني على ردة فعلي. ايه اللي خلاني اتضايق؟ قله ذوقك، قله تربيتك، طريقتك اللي مش لطيفه، اسلوبك اللي وحش بجد، انتقادك المستمر. انا حساسه جدا 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 لكل كلمه، لكل حاجه فعلا بتحصل، ويمكن ده عامل لي ازمه. ودي من ضمن المشاعر اللي انا حبيت اشاركها معاكم، لاني حسيت ان وانا لوحدي اللي حساسه قوي كده، هو انا لوحدي اللي بجد ممكن كلمه تخليني اقعد في البيت اعيط. كله بيشوفني تمام وزي الفل وقويه وقد مسؤوليه وبتحمل مسؤوليه الشغل جدا، مهما تعبت ممكن اقف بال 12 ساعه شغال ما بقعدش، وده بجد اللي عارفني. بس انا خدت قرار اني مش هتغير، انا هفضل قماصه عادي جدا. لما ازعل اعرف اعبر عن مشاعري، ما اخبيهاش واكتمها. وسبب قراري ده اني لما كتمتها انفجرت. مش عارفه الفيديو ده ممكن يوصل لمين، بس لو انتوا بتكتموا احساسكم وبتقاوموه لمجرد ان الناس بيقولوا لكم ان انتوا حساسين زياده، بلاش بلاش بلاش، عشان انتوا في الاخر هتنفجروا.